سقط الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي في فخ التضليل والكذب بسبب موقف المغرب من القضية الفلسطينية، وجاء ذلك بعدما نشر اللاعب المغربي تدوين ضمن خاصية سطوري في حسابه على منصة إنستغرام، عندما اتهم الحكومة المغربية بدعم ما أسماه الإبادة الجماعية في فلسطين، قبل أن يتراجع اللاعب بعدها بدقائق عن منشوره وقام بحذفه من حسابه. وتعرض زياش لموجة من الانتقادات من طرف الجماهير المغربية بعد سقوطه في فخ التضليل، خاصة وأن المغرب يعتبر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية على مر السنوات، إذ لا يتوانى المغرب في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة. وسبق للمغرب أن أرسل قوافل من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في العديد من المناسبات، كما يلعب المغرب دوراً رائداً في حماية المقدسات الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.